فلوران إيبينجي عنده خطط قادر يكتب بها أي فعل يتمثل فيه دين اللي بيتمثل 90 دقيقة في المباراة، لكن فنيا بالنسبة لي فنيا المباراة ما حتكون فيها صعوبات كبيرة بالنسبة لي. يحطوا الأعصاب حقتهم يمكن تركز في نقطة مهمة شديدة. عندك اثنين لعيبة نركز في أهل المصر. مشاهدينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أمسياتكم بكل خير. على قناة تريكا شو حنتكلم الليلة عن مباراة الهلال والأهلي المصري. المباراة المفصلية، المباراة اللي بتهم الهلال وبتهم أي مشجع هلالي وداير يعرف كل تفاصيل المباراة وكل كبيرة وصغيرة. الليلة حنتكلم عن تفاصيل مهمة شديد في المباراة دي، لكن أنا قسمت المباراة دي لأربع أجزاء. الجزء الأول يتمثل فيه أول ربع ساعة من شوط اللعب الأول وآخر 5 دقائق من الشوط الأول، أول 10 دقائق من الشوط الثاني وآخر 7 أو 10 دقائق من الشوط الثاني. ديل اللي بتمثل 90 دقيقة في المباراة، لكن في واقعها 40 دقيقة. دي عقلية اللاعب السوداني دائما عنده فيها إشكاليات كبيرة جدا. لو الهلال قدر يتحكم في ال40 دقيقة دي فهو حيتحكم في المباراة، حيتحكم في نتيجة المباراة، حيتحكم في مجريات المباراة، واقع المباراة، حيتحكم في انه يسير المباراة بالطريقة اللي هو داير يصلها. لاننا حنخش المباراة فنيا، بالنسبة لي فنيا المباراة ما حتكون فيها صعوبات كبيرة بالنسبة للهلال، لكن المشاكل الكبيرة ذهنيا، فيها تفاصيل ذهنية، حروب نفسية، ضغوط نفسية، هواجس، مشاحنات وملاسنات وملابسات. دي حتترحل وين؟ للملعب. فلو لاعبين الهلال استطاعوا انه يسيروا المباراة وفق مجرياتها في اول ربع ساعة، انه الخصم ما قدر يتحكم في المباراة بالصورة اللي هو دايرها وما قدر يصل لشباكك، بل بالعكس انك انت باغت الخصم حقك بهجوم عنيف، وانك انت اظهرت له الشراسة في اول ربع ساعة، خليته انه خايف مرعوب منك. بعد الضغط النفسي انت رحلت لخصمك. الجمهور ال50,000 متفرج يستمعوا بهم ديل كل الضغط حقهم حيتحول ل 11 لاعب اللي حيكونوا داخل المستطيل الاخضر. ده غير الضغوط النفسيه اللي اصلا هم جو بيها، ده غير هاجس انه الهلال بيخش ب3 فرصهم عندهم فرصه واحده، ده غير انهم حيخشوا لابد من انهم يهاجموك عشان يسجلوا ولابد من انهم يحافظوا على مرماهم. دي كلها ضغوط بتكون في راس الخصم، فانت بتستغل الظروف دي عشان تصدر الضغط زياده لخصمك. واهم نقطه لاعبي الهلال في المباراه دي بالذات لابد من انه يحطوا الاعصاب حقتهم دي في الثلاجه. دي مباراه يلعبوها باعصاب هادئه وبارده، ما يميلوا ويستجيبوا لاي استفزازات بتحصل لهم سواء كان خارج الملعب او داخل الملعب. دي كرة القدم، ما في زول يجي يقول لك كرة القدم ما فيها استفزازات. في داخل الملعب ده في مصايب وفي بلاوي. فانت كلاعب محترف لعبت في كل الدول الافريقيه والعربيه ويا ولك صولات وجولات، لابد من ان تكون العقليه حقتك عقليه محترفه، عقليه بتتكيف مع كل المعطيات وتتماشى. انا دي كرة القدم ودي ملاعب كرة القدم، ويا ما شفناها في الملاعب الأوروبية ناهيك من الملاعب حقتنا الأفريقية والعربية. أول ربع ساعة أنت قدرت تحكمت في ريتم المباراة، صدرت الضغط للخصم حقك، دخلت الربع الثاني، ما هو الشوط الأول 3-4، أول ربع ساعة، ثاني ربع ساعة، ثالث ربع ساعة. الربع الاول انت تحكمت في رتم المباراه انه ما خلت الخصم يصل مرماك. اذا قدرت في الربع ساعه دي اظهرت له جزء من الشراسه والقوه حقتك، فبالتالي بيعمل حساب
ما بيلقى حريه في التنقل، ما بيكون في دعم من اللعيبه بتاع المحور الوسط، ولا بيلقى دعم من الاظهره اللي بيعتمد عليهم الاهلي المصري في الحمايه الدفاعيه وفي الهجوم. هاني على اليمين ومعلول على الشمال، فانت غيرت معلول على الشمال وهاني، بقى الرباعي حق الدفاع مقيد، ما حيقدر يتحرك. بتجي مرحله بتاعت شنو؟ المحاور اليوديان، حمدي كان او علي لطفي او ايا كان اللي بيكون، لابد من انه يكون شنو؟ فطن، انه يعمل ساتر وحمايه لمرماه، لانه هو ما داير يتصل مرماه، لان انت لو وصلت مرماه سببت له مشاكل، سجلت في مرماه، مرقته برا الماتش. فبيعمل حذر للنقطه دي، ودي فرصتك اللي انك انت تقدر تتحكم في ريتم المباراه. جا ربع ساعه الثاني وحيكون نص ساعه في الشوط الاول، انت خلاص اكتسبت ثبات الانفعالي وبقت رؤيتك واضحه، قدرت تكشف الخصم بيعمل في شنو، داير شنو. اللعيبه حقينك ثبتوا خلاص واستقروا، وبقى اوه شغل الجماهير ده ما مؤثر معاهم. عدى نص ساعه زي السلام عليكم، انت قدرت سجلتها ما سجلتها، تكون متحكم في الريتم بتاع المباراه. فلوران حيكون فطن للحاجه دي، انا متاكد تماما. حتجي المرحله الاخيره حيعدي 10 دقائق انك انت حتكون سيم باي سيم، مستواك ثابت، بتأدي بمستوى جيد. اخر 5 دقائق في الشوط الاول عاده بيحصل شرود من اللاعب السوداني، ودي مشكله. لو احنا قدرنا تحكمنا فيها في اخر 5 دقائق والنتيجه مشت على ما هي عليه، اللي هو الشوط الاول انتهى اصفار، فانت خلاص انتهيت او شبه انتهيت من خصمك. بقى خلاص الهواجس والضغوط، بعد شويه الجماهير والهيصه دي بتبدا صافرات بتاعت استهجان، بيبدا قلق، يمشوا غرفه الملاعب، حيكونوا في ضغوط نفسيه كبيره، حيكون في مشاحنات. يمكن تركز في نقطه مهمه شديد، عندك 2 لعيبه نرفز في الاهلي المصري اللي هم في خط الظهر، محمد عبد المنعم والشناوي. دول لعيبه نرفز، لو عرفت انك انت تطلعهم برا الماتش اعمل. كرة القدم ما كلها بس بالرجل، في جزء منها بالعقل وده الاكبر. فركز في النقطة دي تماما، اللي احنا لو استغلينا النقطة دي 1، 2 استغلينا الاخطاء الشنيعة اللي بيقع فيها شناوي، عنده عدم تقدير تماما في الخروج للكرة، بتحصل اشكاليات، يا الكرة سقطت وراه يا سقط الكرة قدامه، عنده مشكلة في البوكسينج، عنده مشكلة بتاعت خروج خارج المنطقة دائما. فركز في انك انت شنو؟ اللعيبة اللي بتضرب انها مضرب قوي عشان تقدر تصل. انتهى الشوط الاول قدرت اتحكمت فيه، خشيت الشوط الثاني. اول 10 دقائق من غرف الملعب حيجي مشحون، حيجي مهاجمك خلاص، بشوف حلمه بقى يشتت، ما عنده طريقه الا يهاجمك. فرصه اللي هو يهاجمك بها دي انت اقدر تتحكم فيها واستغل هجومه ده عشان انك انت تضربه. قدرت مررت ال10 دقائق بالكيفيه والصوره اللي انت دايرها، خلاص انت انتهيت من خصمك نفسيا ذهنيا. بيبدا الخصم حقك بيتنفرز، بحاول يخرج من طوره، بحاول يستفزك، بحاول يتحايل، بحاول يبحث عن اي وسيله انه يصل لمرماك عشان هو داير هدف واحد. قدرت قتلته بهدف انتهيت منه خلاص، موضوع منتهي. زي ما قلت لك فنيا المباراه ما حتكون فيها صعوبات كبيره، لان الاهلي فنيا عنده مشاكل كبيره في خط الوسط، عنده مشاكل كبيره في خط الدفاع، وعنده مشكله كبيره جدا في حراسه المرمى. انت استغلت ديل، انت اتحكمت في الريتم بتاع المباراه خلاص، انت ما خليت له وسيله. مرت ال10 دقائق خلاص انت ثاني بتسير المباراه،
انك انت تحاول تطلعه خلاص من جوه يقع، انت تقتل الريتم بتاع المباراه، انك انت تكون اكثر تنظيم، اكثر ثبات انفعالي. مرت 20 دقيقه، بقت 30، 35، خلاص الفتره دي انت قادر تصل لمرمى الخصم ده. لان محمد عبد المنعم وياسر العايد من اصابه اصلا عنده اشكاليات مع محمد عبد المنعم، وجاي من اصابه، وتاني جايين من سفر وارهاق، عندهم مباراه في الملاوي حيجوا منها مرهقين، حتى ولو سفر ما لعبوا سببت لهم اشكاليات. معلول عنده مباريات برضه مع المنتخب التونسي، اليو ديانج عنده مباراه، بيرسي تاو عنده مباريات، فحتكون الضغوط كبيره على خصمك. انت استثمر الحاجه دي عشان تقدر تصل لها. وتعالوا يوم 1 ابريل وقولوا الكلام ده ما حصل بالنص. فلوران ايبنجي عنده خطط قادر يقتل بها اي تيم، اي خصم، وقادر يشل بها خطه اي مدرب. كذاب المدرب اللي بيجي بيقول لك الهلال عنده خطه كده او اسلوب كده. الخطه ممكن تلقاها في ظاهره على الورق برصه معينه، لكن لما المباراه تبدا شكل ثاني. عند الهجوم تلقى المنظومه بشكل، عند الدفاع منظومه بشكل. ممكن يخش المباراه باستراتيجيه عكس اللي انت حاطيها في ذهنك. عنده وفر في الوسط بكافه الاشكال، اللاعب الهادي الرزين القادر ينظم الالعاب، اللاعب السريع القادر ينقل الالعاب، اللاعب اللي بيفتك الكورات يقدر يصارع ويقاتل. ودي نقطه احنا ممكن نتفوق عليها على الاهلي، لان عندهم ضعف في الالتحامات، عندهم ضعف في الالتحامات. فاي التحامات مشتركه احنا ممكن نكسب. هم حيحاولوا يلعبوا على نقطتين انا ذكرتهم قبل كده، وثاني بعيدهم بكررهم، انهم حيركزوا في انه التهديف خارج منطقه الجزاء، التهديف خارج منطقه الجزاء، ارتكاب المخالفات في راس 18 ممكن تشكل عليك خطوره، وانهم حيهاجموك بالاطراف ويلعبوا للساقط ولا المدافعين حقنك، لان عارفين في العمق صعب الهلال ينضرب. فانا ما اقدر اطيل اكثر من كده، وان كان للحديث بقيه انتظرونا في الحلقه الجايه، وما تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، وانتظرونا في الحلقات القادمه في رعايه الله.